صباح الخير. حسام حسن. حسام حسن امبارح أدلى بتصريحات عنيفة جدا وحادة جدا، وجهها للاشيء. يقول لك فنانين ومش فنانين. هو الفنان ده مثلا مش بيتفرج على كورة، بيفهم كورة. الراجل في الشارع، العيال وهم بيجيبوا طعمية وفول بيتكلموا في الكورة. احنا معجونين كرة القدم. لكن لما نيجي نشوف أسباب هذا العنف اللغوي والحد لحسام حسن وأبو صحباته إبراهيم حسن، عشان الراجل غلبان، مش هو تابع لحسام حسن. تحس إن حسام حسن أخوه الكبير، مع إنهم الاتنين في حزقة واحدة، يا حزقتين الله أعلم إنما المشكلة إن إبراهيم حسن بينفعل على انفعال حسام حسن. إنما الانفعال أصلا والتوتر العصبي بيجي من حسام حسن، وبعدين بيتبعه إبراهيم حسن كمساندة أخ لأخوه. نيجي نقسم حسام حسن لثلاثة. حسام حسن كطبيعة بشرية كإنسان، وحسام حسن كمدرب محلي وإنجازاته، وحسام حسن كمديرا فنيا للمنتخب. حسام حسن بطبيعته يعني نيرفه عالي جدا، حاد جدا، مهزوز عصبيا ونفسيا. مش انه مجنون، هو مهتز، بينفعل بسرعة شديدة جدا. كان سرعة الغضب عنده عالية جدا، وده ما ينفعش كقيادة في علم النفس. يوم ما جري ورا المصور اللي صوره هو واخوه في احدى المباريات وعجنوا في الارض، وطبعا ده كان شيء سلوك عدواني ما يصدرش الا عن شخصية عصبية، هيزيتيتنج، زي ما بيقولوا مهتزة نفسية وعصبية. ده على المستوى الشخصي والنفسي لحسام حسن. على المستوى المحلي، حسام حسن لم ينجز إنجازا واحدا مع أي فريق كان، في الدوري المحلي أو في كل الأندية اللي هو مسك مديرا فنيا ليها. ما عملش أي حاجة خالص ولا الهوا. هو كلاعب هنقول إيه مجازا أسطورة، أسطورة. مش هنجادل في دي، ولا هنزايد عليه. انما ما عملش اي انجاز مع اي نادي خالص. نيجي بقى لحسام حسن مديرا فنيا للمنتخب. حسام حسن على الله التسهيل. احنا بنقول ان كل الفرق اللي قابلها حسام حسن على الله التسهيل. ليه؟ لانها فرق لا ترقى للفرق الكبيرة، لا كاميرون ولا نيجيريا ولا السنغال اللي خلتنا نعيط سنتين ورا بعض، مرتين ورا بعض. ناس وكوت ديفوار، ما قابلناش الناس دي خالص. كنا قابلنا الناس دي كان زماننا دلوقتي خارجين من 30 سنة. انما على الله التسعيد ان احنا قابلنا فرق متواضعة، واللي ما كانش يصعد كأس العالم من خلال هذه الفرق يبقى لا مؤاخذة ما يبقاش بني آدم، مش مدير فني. لو اي حد ماشي جنب الحيط كده كان صعد كاس العالم السنه دي هذه المره. فنيجي نقول ان حسام حسن انجز انجاز. هو على الورق انجز انجاز، انما بيتكشف رويدا امام الفرق الكبرى والمنظمه. حتى اوزبكستان من الدول اللي هي ما نقدرش نقول عليها ان هي توب، في الوسط.
يعني في فريق جيد، بس يملكوا أساسيات الكورة، عندهم مدرب بيرسم خطة. إنما إحنا ال- بخطة، إحنا بنلعب بخطة، مصر تلعب خطة الحزقة والتحفيز، هو مجرد مثير خارجي بنسميه في علم النفس، ده اللي بيتسبب فيه السلوك العدواني. هو مثير خارجي فقط. يعني هو حسام حسن ما هوش مدرب، هو محفز، محفز لعيبة. فلما تلاقي بقى حسام حسن عمال يقول ايه، اللي بيحبوا البلد واللي بيكرهوا البلد واللي بيعملوا مش، يا سيدي دي الرياضة. اه بنحب بلدنا كلنا، احنا بنحبها اكتر منك انت. يعني ما تحطش بقى القصص دي، المواضيع كلها وفي تحيا مصر، لا، تحيا مصر مليون مرة، بيا من غيري بيك من غيرك بأي حد. هي تحيا مصر، يعني تحيا مصر غصب عن أي حد. فأنت يعني بالراحة كده، وعايزين نشوفك يا معلم في كأس الأمم الأفريقية، وشوف مصر هتطلع من الثلاث ماتشات الأولانيين بفضيحة. وأنا هفكركم، أنا بتمنى له التوفيق، بس أنا مش شايف مدرب ولا شايف خطط لعب من زمان. يعني ما، يعني حسام حسن هو مش مدرك إنه مش مدرب، هو مجرد محفز رياضي. تمام. يبقى ايه حسام حسن، الأيام بيننا وكل شيء سينكشف، كل شيء انكشف في النوبة إن شاء الله في الأيام المقبلة. ويا رب يخلف ظني، يا رب يخلف ظني، يا رب يخلف ظني. وأنا هعتذر له واعترف إن مدير فني يعني ما حصلش. تصبحوا على خير.